أغرب مشكلة وصلتني وبجد أنا ما كنتش عايزة أتكلم عنها، بس قُلت يمكن هي محتاجة نصيحة ويمكن ناس كتير أوي عندهم نفس المشكلة. أنا مكسوفة أقول الرسالة بصراحة، بس هاضغط على نفسي وهاقول ممكن ننقذ حد وقع في مشكلة وهو مش عارف إن دي مشكلة. الموضوع كارثة، كارثة كبيرة جدًا. أتمنى إنكم تاخدوا بالكم من بناتكم، الموضوع خطير والله العظيم بجد. دي بنت عندها 19 سنة، بتقول أنا من فترة بدأت أشوف مقاطع وبدأ يظهر قدامي بنات مع بنات، وللأسف الفضول خلاني أشوف أكتر. بقيت مش باعدّي ساعة غير لمّا أتفرّج أكتر وأكتر، وبقيت مدمنة على المقاطع اللي من النوع ده. بالصدفة عرفت إن صاحبتي كده ونفس الطريقة، وهي كمان عرفت إن أنا زيها، وابتدى الموضوع إن إحنا نتفرّج مع بعض في البيت عندي أو عندها، وتطوّر الموضوع وبقينا نعمل اللي بنشوفه. مش قادرة أكمّل بجد، أنا هاskip بعض الجُمل مش هاقولها. آخر الرسالة بتقول إن أنا بقيت مش طبيعية، وبقيت باقرف أبُص لأي ولد، ودايمًا عيني على البنات بنظرة مش كويسة، ومش عارفة أعمل إيه. أنا مش عارفة أعمل إيه. مبدئيًا كده لازم تاخدي نفسِك وتروحي لدكتور نفسي. دي حالة شاذة، والشواذ لهم علاج. العلاج بتاعهم بيكون عند دكاترة نفسيين، يعمل لِك برنامج ويتابع معاكِ ويشخّصِك ويبدأ إن هو يعالجِك. الموضوع ده بقى منتشر كتير جدًا، لازم تاخدوا بالكم من بناتكم بيمسكوا الموبايلات ويتفرّجوا على إيه. مش عيب خالص إن إحنا يبقى عندنا مشكلة ونروح لدكتور نفساني يعالجنا، خالص مش عيب. المشكلة ممكن تكبر، تتحول لمشكلة أكبر، ممكن توصل بيكِ للانتحار. الأفكار دي منتشرة كتير أوي بالذات عند الشواذ. ربنا يسترها على بنات المسلمين إن شاء الله.